الاحتفالات يعني يوم السبت الجاي ان شاء الله هيبقى العيد، كل سنه وكل الناس بخير. دوت الهودج، بنقول عليه الهودج، وهو كان بيتقدم المحمل اللي بيطلع للحج كل سنه، وده كان من مصر. ده من القرن ال 13 كنا بنعمل الاحتفاليه ديت، وهنتكلم عنها بالتفصيل. بس كان جوه الهودج ده كان بيتحط على جملين، وكان بيتحط عليه او جوه الهودج المصحف اللي كان بيتبعت هديه مع كسوه الكعبه. احنا بدانا الكلام دوت من عهد شجره الدر القرن ال 13 تقريبا لحد عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وكان بنبعت الكسوه ديت اللي هناك، هي ديت الكسوه اللي كانت بتتبعت للسعوديه كل سنه لحد سنه 1962. كنا بنعمل الكسوه من الذهب ومن الفضه، وكانت بتتبعت كل سنه من هنا، وكانت بتاخد 3 شهور عن الطريق البري، وكان بيتقدمها الجمالين اللي شايلين الهودج دوت. ودوت من عهد تقريبا عباس حلمي، يعني القرن 19 تقريبا. وكان الاحتفال ده بيتم كل سنه، لازم يحضروا الحاكم بتاع مصر، وكان بيتغير مع الحاكم ذات نفسه. مصر طول عمرها معطاءه، طول عمرها غنيه، والدليل اهو كسوة الكعبة كانت بتتعمل هنا، بتتصمم هنا، وبتتبعت للسعودية. وده حب ومعزة ومودة لآل البيت وللسعودية والمكان الجميل ده. كل سنة وكلنا طيبين.